ايه رأيكم النهاردة نعمل مع بعض صنف لذيذ جدا بربع كيلو من اللحمة المفرومة. هتقدري تعملي صنف جميل جدا لأولادك، هيكون غني بكل العناصر الغذائية، فيه النشويات وفيه البروتين وكمان فيه الفيتامينات والمعادن. يلا بينا مع بعض نشوف هنعمل الصنف الجميل ده ازاي. اول حاجة عندي نص كيلو من الاسباجيتي بسلقها في مية مغلية وشوية من الملح. وببدأ اجيب ربع كيلو من اللحمة المفرومة او نص حسب عدد افراد الأسرة، بضيف عليها معلقة من الفلفل الأسود، معلقة من الكزبرة الناشفة، وكمان بهارات اللحمة، وأضيف كمان عليها الملح ومعلقة من الدقيق. ببدأ أقلب كل المكونات وأحطها في التلاجة شوية. بعد كده المكرونة عندي اتسلقت. أول ما بتتسلق المكرونة بصفيها، ببدأ أضيف عليها معلقة من الزيت عشان ما تلزقش في بعض. وأبدأ بعد كده أطلع الكفتة من التلاجة وأعملها في صورة كور، وأبدأ أحطها في الدقيق عشان خاطر تسد المسام بتاعة الكفتة. هبدأ بعد كده أحمر الكفتة في معلقتين بس من الزيت صغيرين جدا، وهبدأ أقلبها على نار عالية جدا عشان تبدأ إن هي تتحمر من جميع الجهات، وأقلبها. اول ما بتاخد اللون اللي هو الذهبي ده، ببدأ ان انا اشيلها من الطاسة، ومكان الطاسة نفسها مكان تحمير الكفتة ببدأ احط بصلة مبشورة وفصين من الثوم وملح وفلفل اسود. وكمان بضيف حاجة اللي هو الصويا صوص، هبدأ اضيفها دلوقتي. وهبدأ اضيف كمان عندي صوص الطماطم او صلصة الطماطم اللي هي الفريش. وهضيف كمان معلقة من الهريسة اللي هي الشطة، أو ممكن أضيف معلقة من الصلصة. ببدأ أقلب كل المكونات لحد ما تتسبك، وبعد كده ببدأ أضيف عليها الريحان. زي ما قلنا ضفت هنا شوية من الريحان، وضفت هنا الكفتة وقلبتها فيه، وبعد كده ضفت الفلفل الألوان اللي هو الأحمر والأصفر، وممكن أضيف الفلفل الحار لو ما ضفتش الهريسة. وضفت هنا الزيتون الأخضر، ممكن أضيف كمان الزيتون الأسود بيدي طعم حلو. وطبعا نقلل الملح عشان خاطر ان انا ضفت هنا الزيتون. بعد ما بقلب كل المكونات دي، ببدأ اضيف المكرونة الاسباجيتي في الخلطة الجميلة دي مع الكفتة، واقلبها لحد لما بتتشرب كل الصوص اللي موجود. وبعد كده ببدأ ان انا اقدمها في طبق التقديم. ايه رأيكم بقى في المكرونة؟ طالعة في منتهى الجمال. ونحطها بقى في طبق التقديم، وبعد كده نبدأ نجملها اما بأوراق الريحان لان احنا دخلنا في مكوناتها الريحان، او ان احنا نحط عليها شوية من البقدونس. طبعا البقدونس مش مجرد زينة ولكن فيه قيمة غذائية. اتمنى ان فيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير بإذن الله.